السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتبل الفرخة وهقول لكم من الاول للاخر ازاي تبلناها وشويناها. اول حاجة هتجيبي الفرخة وهتغسليها غسلة كويسة جدا، وبعد كده هتحطيها وهتنقعيها في شوية مية وشوية ملح وشوية خل ونص ليمونة، وبعد فترة هتغسليها غسلة كويسة، وبعد كده هنبدأ نتبل التتبيلة بتاعتنا الجميلة. تبلنا الفرخة النهارده ببصلاية بشرناها وطماطمايه بشرناها وشوية فلفل وشوية ملح والسبع بهارات ونص وليمونة كاملة، وخلطنا الخلطه دي كويس قوي مع بعضها وحطيناها وتبلنا بيها الفرخه ليله كامله، بيتناها في التلاجة من بالليل لحد الصبح. قمت الصبح طلعتها من التلاجة وحطيتها على الشوايه بتاعه البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، حطيت تحتيها القارب علشان ما تنزلش اي حاجه في البوتاجاز وسبتها تستوي. بعد كده دي النتيجه، بسم الله ما شاء الله. بعد فتره ادي الفرخه بتاعتنا الجميله اتشوت وبقت زي العسل. لو عجبتكم الخلطه بتاعتي والطريقه بتاعتي يا ريت تتابعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وبألف هنا وشفا. بصوا بسم الله ما شاء الله الفرخه قدامكم عامله ازاي ما شاء الله، وكل الانسجه بتاعتها ما شاء الله مستويه قوي قوي وطيبه. بعد ما طلعتها من الفرن حطيت ورقه زبده، ورقه الومنيوم وفوقيها ورقه الزبده، وبعد كده حطيت عليها الفرخه بسم الله ما شاء الله جوه طبق طبعا. وكنت انا ولعت حته فحمه وحطيتها في غطا حطينا جنب الفحمه الفرخه. في غطا صغير عشان طبعا الفحم مضر لو لمس اي مأكولات احنا ممكن ناكلها. وبعد كده نزلت سخنت شويه زيت ونزلت بيهم على الفحمايه ما شاء الله. بصوا يعني حاجه زي القمر ما شاء الله. خدت طعم الدخان بتاع الشوي وكأنها فعلا مشويه على الفحم ما شاء الله. وحاجه كده وهم، والله العظيم جربوها وان شاء الله هتدعوا لي. بس ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لكل فيديوهاتي شير ولايك علشان ان شاء الله اقدر اكمل وانزل لكم فيديوهات جديدة. وشكرا.